أنا فاكر واحد صاحبي كان دايما أول شخص الكل يروح له وقت الأزمة، يسمع يساعد يستحمل ويضحك حتى وهو متبهدل نفسيا، لدرجة إن الناس كانت تقول ده جدع قوي. بس محدش كان يعرف إنه كل يوم قبل ما ينام كان حاسس بفراغ مرعب. فاكر مرة قالي حاسس اني موجود للكل الا نفسي. وقتها ما فهمتش قصده، لحد ما انا كمان دخلت علاقة كنت مستعد اعمل فيها اي حاجة عشان الشخص ده ما يمشيش، استحمل تجاهل، ابرر قلة التقدير، واعتذر حتى وانا موجوع. كل مرة كنت اقول لنفسي اصل الحب تضحية، بس الحقيقة ما كنتش بحب، بس أنا كنت خايف أخسر، كنت خايف أتحط في نفس إحساس الوحدة القديم، إحساس إني مش كفاية لوحدي. وده اللي خلاني أدي أكتر من اللازم. لحد في يوم بالليل كنت قاعد لوحدي بعد خناقة كبيرة، وببص للموبايل مستني مسج، مستني رسالة، وفجأة سألت نفسي سؤال غريب قوي: هو أنا لو فضلت أفضل طول الوقت أضحي بنفسي، مين هيفضل مني أصلا؟ إيه اللي هيفضل مني؟ السؤال ده هزني خلاني أفكر وأتأمل، لأني اكتشفت إن التضحية الزايدة مش دايما حب. أوقات كتير بتكون خوف من الرفض، أو خوف من الوحدة، أو محاولة إننا نحس إن لينا قيمة. فاكر كمان ست كبيرة أعرفها قضت عمرها كله عايشة للكل، جوزها، ولادها، بيتها، طلبات الناس. وفي مرة قالت لي وهي بتضحك بمرارة جدا: أنا مش فاكرة أنا بحب إيه أصلا. الجملة دي وجعتني جدا، لأن في ناس بتقضي عمر كامل بتدي لحد ما تكتشف إنها نسيت نفسها تماما. والأصعب إن محدش بيطلب منك تختفي. إحنا اللي أوقات بنتعلم إن الحب لازم يدفع تمنه من روحنا، بس الحب الحقيقي ما بيطلبش منك تكسر نفسك عشان تبقى تستحق، ولا يخليك حاسس بالذنب كل ما ترتاح، ولا يخليك مرعوب طول الوقت إن الناس تسيبك وتمشي. الحب الصحي فيه راحة، فيه أمان، في مساحة تبقى نفسك من غير ما تمثل القوة طول الوقت، إنك مش محتاج تنزف عشان حد يشوف قيمتك. ولو الكلام ده لمس حاجة جواك احفظ الفيديو عشان ترجع له وقت ما تنسى نفسك، وبعته لحد طول عمره بيضحي بنفسه وناسي إنه يستحق الراحة هو كمان.